ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل الفاش الصعيدي بخطوات سهله جدا وبسيطه وبطريقته الاصليه. هقولك الخطوات وتابعي معايا. هو سهل جدا على فكره. بصوا، هش جدا ومقرمش. وهقولك كمان ازاي يطلع معاكي هش. ولو انت بتخافي هقولك بتعملي ايه علشان تبقي ضامنه النتيجه 100%. بصوا، لونه حلو جدا وذهبي. طبعا التحميص ده والقرمشه اللون، قصدي لون التحميص بيرجع لك. طبعا احنا بنحبه محمص شويه، فبنديله اللون اللي احنا عايزينه. مبدئيا اول خطوه عندنا هنجيب سمسم. سمسم ني، ممكن تجيبي سمسم ني بس، وممكن تجيبي سمسم ني وسمسم محمص. اهم حاجه ان انت يكون عندك سمسم ني عشان ده للخميره الاوليه بتاعه الفايش. تمام. السمسم المحمص بنحطه في العجين، يعني جوه العجين. لكن السمسم الني هو اللي بيتعمل بيه الخميره بتاعه الفايش. اول حاجه تجيبي معلقتين من بتوعات الرز كده، او معلقه من المعلقه المعياريه. تجيبي معلقتين سمسم وتدقيهم بالهون او بالكبه، اي حاجه. المهم مش لازم يعني يطحنوا جامد ناعم جدا، لا. المهم ان السمسمية تتطحن تتكسر علشان تطلع المادة اللي جواها، وتديكي كده خمر وتخمر مع اللبن. وعليهم كوباية لبن تكون مغلية. او لو انت خايفة البرطمانة تفرقع يبقى تستني دقيقتين بس البخار يطلع من كوباية اللبن وتحطيها على السمسم. لازم السمسم يكون سخن، اللبن قصدي يكون سخن. هنحطها بقى في قماشة، وبعد كده نحطها في علبة، وبعد كده نحطها، انا هغطيها كمان تاني بلحاف كده صغير. وهحطها في المطبخ. ضرفة كده تكون يعني مش بتفتحيها كل شوية. لازم اللبن يفصل عن السمسم. بصوا شايفين اهو، انا قربت لكم بعد 12 ساعة. ما تجيش بعد 9 ساعات. لو فتحتي عليها بعد 9 ساعات هتلاقيها لسه. ما تقوليش بقى لا الخميرة بايظة، ممكن تخمر معاكي في اخر ساعة. يعني سيبيها، اديها وقتها كويس جدا معاكي لحد 12 ساعة. بس ما تسيبيهاش اكتر من 12 ساعة. 12 ساعة ما خمرتش يبقى الخميرة دي مش شغالة ومش هتخمر معاكي. اعملي غيرها. اعملي غيرها احسن ما العجين بتاعك كله يبوظ. بعد 12 ساعه لقيتيها خمرت بالتفاصيل اللي انا قلت لك عليها دي، هتحطي لها معلقتين دقيق وتسيبيها معاكي لحد ساعتين اتنين بس. اكتر من ساعتين لا. هتلاقيها برضو زي كده خمرت وعليت. اهم حاجه البرطمانه تكون كبيره عشان تاخد معاكي الخمر، عشان ما تدلقش معاكي من بره. خلاص كده بعد ساعتين ضمننا ان الخميره خمرانه. تاني مرحله هنعمل بقى تالت مرحله اللي هي الخميره نفسها. اللي هنخمر بيها بقى الفايش وهنحطها في العجين، هي اللي هتخمر معايا الفايش. هنجيب بقى، بصوا، لو هتعملي 5 كيلو دقيق هتجيبي طبق نص كيلو دقيق، او طبق دقيق، طبق من بتاع الغرف عادي. او انت وزني بقى لو عندك ميزان. لو ما عندكيش ميزان، طبق عادي اللي هو الطبق الغويط ده بتاع الغرف بتاع الطبيخ. هتجيبي كده طبق، يبقى ده كده عندك نص كيلو. تمام، بس يكون مش مليان قوي. طبق واحد او نص كيلو من الدقيق. لو انت هتعملي 5 كيلو من الدقيق، دي الخميره بتاعتنا. وهتحطي عليها الخميره اللي احنا عملناها دي، اللي هي السمسم واللبن ومعلقتين الدقيق بعد ما تكون خمرت، وهتحطيها عليهم. هتحطيها هي الاول عليهم وتعجني، وتزودي بقى ميه لحد ما تتعجن معاكي بالطريقه دي. تكون الخميره مش تقيله قوي. يعني ما تعمليهاش تقيله عشان احنا هنسيبها 6 ساعات. وتقولي هسيبها 6 ساعات لحسن تكب والكلام ده، لا. هي بعد 6 ساعات، حتى لما هي خفيفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بعد 6 ساعات هتخمر يا دوب، لان هي ما فيهاش خميره فوريه. فاهمين؟ هي الخميره اللي هي السمسم واللبن، فالخميره دي بطيئه شويه. فنخلي بالنا يعني ما نعملش العجينه تخينه ونقول عشان لما تخمر هتكب والكلام ده، لا. ما فيهاش خميره فوريه فمش هتكب معاكي ولا حاجه. هتسيبيها لمده 6 ساعات. بعد ما 6 ساعات خلاص ضمنتي الخميره هتخمر وتمام. تجهزي بقى حاجتك. عندي محلب، عندي بيكنج باودر هقول لكم هستخدمه ولا لا، وعندي سكر وكركم، وعندي السمسم اللي هو المحمص ده، السمسم المحمص. بصوا انا جايبه كميه على قد 10 كيلو، كنت هعمل 10 كيلو بس انا هعمل 5. وفي مره تانية هبقى اعمل 5 تاني لوحدهم. طحنا المحلب علشان المحلب ما تحطيهوش سليم، علشان الدقيق يطلع الريحه اللي جواه، وكمان علشان لو جه في بق حد بيبقى طعمه كده وريحته كده جامده. عامل زي كانه زي الحبهان بالظبط. لما بتيجي تاكلي حبهان بيبقى طعمه كده ريحه، بيقلب بقك كده كله ريحته ريحه. هنحط بقى هنا 3 كوبايات من السمنه. زي ما قلت لكم الفايش بيعوز كيلو من السمنه. بتاخدي كوبايه للدهن ودهن ايديكي ودهن الصواني، و3 كوبايات للعجين. انا خدت 3 كوبايات العجين، وحطيت شويه من الكركم، وحطيت شويه من السمسم. حطيت نص كوبايه من السكر، ممكن ما تحطيش سكر خالص، وممكن تحطي نص كوبايه بس من السكر، بتديله تسكيره خفيفه خالص. تمام، قلبنا كده كل الحاجات مع بعض. بصوا بقى،
انا هنا المفروض ان انا بحط معاه اللبن، بس انا اللبن نسيت مسخنه فحطيته على النار يدفى شويه، لان الحاجات دي هتتعجن كلها بميه دافيه علشان يخمر معاكي كويس. هنا وزنت 2 كيلو، من ما اللبن يسخن وزنت 2 كيلو، وحطيت رشه كده من الملح قد ربع معلقه وحطيتها معاهم. حطيت ال2 كيلو وقلت اعجن فيهم لحد ما اللبن يدفى شويه، ودول ال2 كيلو التانيين فاضل معايا كيلو، لان انا هعمل 5 كيلو زي ما قلت لكم. تمام. حطيت باكل بيكنج باودر لاني لقيت الشمس مغيمه، زي ما انا قلت لكم دلوقتي، انا هقول لكم هستخدمه ولا لا. هو بيجي مع الحاجات بتاعه الفايش، يعني لما بتروحي الراجل بيقول لك مثلا بيديكي معاهم باكو بيكنج باودر. ليه؟ عشان في ناس كتير قوي بتحط بيكنج باودر. انا مش دايما بحط بيكنج باودر، لو الشمس مغيمه عندي بحط بيكنج باودر علشان يديله هشاشه شويه ويساعد مع الخميره. لو الشمس عندك الجو حار جدا وسخن والدنيا تمام، مش لازم خالص تحطي بيكنج باودر. تمام. حطيت بقى اللبن، حطيت برضو 3 كوبايات من اللبن. وهنا برضو كنت بزود بصراحة مية علشان اخفف من العجين شوية، لان انا كنت لسه ما حطيتش الكيلو الاخير والعجينه كانت ناشفه قوي، وكنت لسه كمان ما حطيتش الخميره، قلت اسيبها كده ايه نص ساعه تانية. انا بدات في العجن، الخميره بدات ترفع معايا في الحله، وبدات اعجن قبل ما الخميره تملى الحله يعني. تمام. فقلت يعني استغل الوقت وابتدي اعجن علشان الحق الشمس من اولها. تمام. طلعت طبعا لقيت الشمس مغيمه شويه، رحت قلت لا انا احط بقى باكل بيكنج باودر في العجين بتاعي. هنا كانت العجينه خلاص خمرت، بصوا شايفين خمرت ازاي. حطيتها بقى وبدات اعجن، وحطيت كمان الكيلو اللي كان فاضل. تبدأي بقى تزودي مية بقى شوية بشوية. أنا خد معايا تقريبا 9 كوبايات ونص من المية، غير طبعا اللبن اللي حطيناه. تبدأي بقى تحطي مية. أهم حاجة إن انت تشربي الدقيق الأول كويس جدا جدا، وبعد كده يعني تزودي المية على حسب العجينة بقى انت عايزاها عجينة ايه. العجينة بصوا دي كده خلاص شربت كل الدقيق اهو. تمام. بس لسه ما اتملكتش شوية، هحط بقى شوية مية كده صغيرين علشان العجينة تبقى حلوة وناعمة معايا. بصوا اهي كده خلاص. بصوا هي يعني تمسكي حته، لو لقيتيها خلاص بدات تتملك معاكي وتتعجن كويس وتفلت من ايديكي، يبقى كده خلاص العجين قرب معاكي وكده خلاص تمام. اهم حاجه ان انت تقلبي العجين، لو انت بتعملي كميه زي كده تقلبي العجين كله عشان تضمني ان كله ما فيهوش دقيق. بصوا بقى انا هنا اهو بوريكم العجينه، شايفين شكلها ازاي. يعني تقيله وفي نفس الوقت مش زي عجينه البيتزا، لا اتقل من عجينه البيتزا. وعجينه العيش اتقل منهم. شايفين يعني زي عجينه مثلا، مش عارفه اقول لكم المعجنات مثلا اللي بنعملها، زي عجينه المعجنات اللي هي بس ايه اتقل سنه حاجه بسيطه، لانها لما تخمر هتبقى خفيفه معاكي. وما يبقاش اخف من كده، لان لو بقى اخف من كده يا جماعه هيهبط معاكي في الفرن، هيخمر بسرعه ويهبط معاكي بسرعه في الفرن. بصوا انا قسمت العجينه على اخدت جزء كده منها وحطيته في الحله. طبعا لازم تسيبي العجين يخمر الاول، عشان المعجنات والحاجات دي كل ما تخمر وتبداي يعني تفشي الخمر وتعمليها تاني، بتديكي نتيجة أحسن وهشاشان أحسن. سبت العجينة والحلة، الحلة والحلة التانية يخمروا. سبتهم شوية في الشمس رغم انها كانت مغيمة على فكرة، بس خمرت معايا كويس الحمد لله. وبعد كده جبتهم. بصوا انا هنا مليت خلاص الصينيه، انا كنت بوريكم بس حطيت القمع ازاي، ومليت الصواني بالشكل ده. بص ده بيبقى شكلها قبل ما تخمر، والصينيه الاولانيه كانت بعد ما تخمر. خلاص حطيتها في الفرن. طبعا بيحتاج نار عاليه، ما اقولكوش يعني انتوا عارفين في حاجات زيها زي العيش، ده زي العيش مش زي البسكوتات، بيعوز نار عاليه. بصوا انا هنا كنت بفصصه وهو سخن، فبصوا بيتكسر معايا. فنصيحه يعني اول ما تطلعوا الصاج اقلبوه، سيبوه يبرد الاول، او سيبوه يبرد في الصاج الاول. تمام. بس دقيقتين اتنين بس يا جماعه، يعني بس تمسكوا الصاج كده بقماشه وتفلتوه من علشان ما يعرقش معاكي ويلزق من تحت. بصوا انا اهو. وعايزه اقول لكم كمان نصيحه، الصواني دي حلوه جدا في الفايش. بصوا بتخلي شكله حلو وتخليه التفصيص بتاعه سهل، احسن بكتير جدا من الصواني التانية. يعني أنا كنت مستلفه الصواني التانية دي عشان اعمل فيها، لانها غويطه، لان انا ما عنديش غير بتاعه البشاميل والثلاث او اربع صواني اللي بعمل فيهم التوست دول. فاستلفت الصواني دي عملت فيها، بس بصراحة كانت النتيجة بتاعتها مش قد كده. بصوا بتحروق معايا في جزء وجزء يبقى ني، لكن الألمونيا توزيعة الحرارة بتاعتها حلوة جدا، وبتخلي الشكل كمان ناعم وحلو وملمسه حلو، بيتفصص معاكي بكل سهولة. طبعا هو انت في اي صاج لازم تسيبيه يبرد دقيقتين، وبعد كده تقلبيه تسيبيه يبرد خالص، بعد كده تبدأي تفصصي. بصوا بعد ما بنفصصه بقى كله ونسيبه يبرد شوية،
بتبدأي بقى تحطيه في الصواني بتاعتك تاني، بتحطيه بقى على الناحيتين وتقرمشيه ويطلع معاكي بالشكل ده وهشش جدا. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم وتستفادوا ولو بمعلومة بسيطة، وقولوا لي بقى عايزين فيديوهات ايه تاني، وشوفوني في فيديو جديد. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.